اروع نسخه منك قرار واحد تاخديه الليله، ان رمضان ده مش هيبقى زي اي رمضان ابدا. مش هنستهين بحياتنا وزماننا وبنك العمر اللي ربنا مديهولنا، وهنبدا نفكر بجد عايزين نكسب من رمضان ايه؟ الجدول بتاع العباده بتاعتك ايه؟ خطتك ايه؟ احمدوا ربنا يا جماعه، احمدوا ربنا ان ربنا بلغكم رمضان. كتير كان نفسهم يعيشوا اللحظه اللي بكلمكم فيها دي ولكن ماتوا قبلها، وانتوا ربنا اداكم العمر واداكم رمضان الجديد. هتعملوا فيه ايه عشان ربنا يغير لكم كل حاجه في حياتكم بسبب رمضان؟ عايزين توصلوا لليقين في الله. يلي عندك شكوك في وجود الله، اكبر سبب لليقين في وجود الله الدعاء، لان لما الدعاء بيستجاب بتوقن بالله. حددي 5 ادعيه وافضلي ادعي ربنا بيهم ليل نهار في رمضان. حدد دلوقتي اهم 5 مطالب نفسك ربنا يعملهم لك وادعي ربنا بيهم كل يوم في رمضان عشان تعرف مين هو ربنا، عشان ربنا يعاملك الا العشر الاواخر، الا صفقه القرن، الا ليله القدر، الا الليله اللي بقرن من الزمان. العشر الاواخر ما فيهمش لعبه. طب وال20 الاوائل هنبدا بقوه، ولكن هنجمع ما بين الدنيا والدين. يا طلبه يا اللي عندكم سناتر دروس، هننجح دنيا وهننجح دين، ومش هنبقى ناجحين في حاجه واحده بس، ولكن في العشر الاواخر هنتفرغ لليله القدر. الله يوفقكم.